طبعا طلع علينا من يومين ثروت سويلم عضو رابطة الأندية اتكلم على موضوع تشفير الدوري، وإن إحنا كده بنجيب عوائد للأندية الشعبية وبنجيب عوائد للناس، وإن 100 جنيه مش مؤثرة، وإن الناس توصل وصلة مش عارف 30 جنيه وكلام كده ما يصدرش أبدا من شخص مسؤول. بس لو إحنا هندور على حلول ونحاول نساعد رابطة الأندية اللي هي هتتغير كمان أسبوعين، نحب نقول لكم ان فكرة تطوير الكورة في مصر هي مش مبنية على ان انت تشفر ابدا. التشفير ما هوش الحل. انا هشفر عشان خاطر انا كشخص اجي اتفرج على ماتشات في الدوري الاقي نفسي بتفرج على انبي وطلائع الجيش، الاقي فرق مش جماهيرية، اكيد مش هدفع فلوس عشان اتفرج على الناس دي، وانت هتحملني عبء عدد ماتشات محطوط في الباكج اللي انت هتبيعه لي انا مشفر. يعتبر انا دافع فلوس الماتشات دي، انا مش مجبر ادفع فلوس ماتشات ما فيهاش جماهير. اكيد كان هيبقى افضل لو انت قلت يا جماعه احنا بنتكلم من بدايه من الموسم الجاي او اللي بعده، انا مش هقلل عدد الفرق في الدوري او الكلام ده كله، انا عايز ازود عدد الجماهير في المدرجات، عايز ازود الفرق الشعبيه. ده يجي ازاي؟ اكيد مش هتديهم فلوس من ميزانيه الدوله عشان خاطر يرجعوا، مش هيقدروا ينافسوا برضه الفرق المؤسسات والشركات. طب ليه انت ما قلتش ان انا مثلا هحدد نطاق جغرافي لكل الانديه اللي بتلعب في الدوري، وليكن مثلا ام بي، تعالى كشركه ام بي انت مطالب منك ان انت تيجي تشوف نادي في نطاق جغرافي بره القاهره وتعمل توأمة معاه نادي شعبي، وليكن مثلا نادي القناه اللي هو بيلعب في الدرجه الثانيه في اللي هو دوري المحترفين اللي بيقولوا عليه. مثلا لو ام بي اندمج مع القناه بعد سنه وبعد 2 اصبح انت سحبت نادي شعبي، ضميت الاسم، ضميت الجمهور، ضميت الشعبيه والتاريخ، بقى ليه كيان وليه هيئه، بدل ما كل الانديه مجمعه جوه القاهره، 3/4 ماتشات الدوري بتتلعب جوه القاهره، فده مش في صالح البطوله. مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، مش قادرين نوزع الفرق بتاعتنا بنطاق جغرافي معقول. وليكن فريق تاني مثلا فريق سيراميكا ليه ما يندمجش مثلا مع فريق اسوان، فريق شعبي، فريق المنيا، فريق سوهاج، تقدر توفر. انت عندك 6 فرق شعبيه، ومحدش يقول لي غزل المحله شعبي، بلديه المحله ممكن يكون شعبي، المقاولين مش شعبي. مش معنى ان انت خدت بطوله، حرس الحدود خد بطولات، ما يبقاش فريق شعبي. انا محتاج فرق ليها كيان، ليها جماهير، ليها نطاق جغرافي. لما انا اجي اروح العب انا كنادي اهلي العب مع انبي، فانا بلعبه في القناه مثلا، فده بيعمل شغف ويعمل تسويق للبطوله اكتر بكتير من ان انت تقول لي شفر. طب انت الموضوع ده لو انت حطيت له تارجت دلوقتي تقدر تنفذه بعد 2 سنين، تقدر تخلي الفرق اللي زي المنيا، زي المنصوره، زي قناه، زي ديكيرنس، زي دمنهور، زي اسوان، سوهاج، الاقصر، كل الفرق دي فرق جماهيريه تقدر ترجعها تاني الدوري باقل التكاليف، والدوله كمان تكسب، لان اللي هيعمل توأمة مع فرقه شعبيه هو هيدفع فلوس للدوله مش وخلاص. انت هتاخد اسم النادي ده وهيبقى مربوط باسمك. دي حلول اللي عايز يفكر. لما انت تيجي تقول لي هتشفر منتج ملوش اي قيمه، محدش هيتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي شويه والمصري شويه والاتحاد شويه. ده مش تفكير. التفكير بيقول حط تارجت دلوقتي، بص على الدول حواليك ابتدت تسرح وتسحب. ليه؟ لان انت بتلاقي الدوري 34 اسبوع، ايا كان 40 اسبوع، 38 اسبوع، ان شاء الله يكون 10 اسابيع، الفرق كلها عندها جمهور في المدرج، وتقدر تحلها ب100 طريقه. ما ينفعش تقول لي ان انا لا مش هينفع عشان خاطر في مشاحنات جمهور بين ده وبين ده وما ينفع. انت ممكن تحلها بامر بسيط خالص. انا هلعب مع الزمالك، فالماتش ده بتاع الزمالك، فيبقى جمهور الزمالك هو اللي في الملعب بس، مش متاح لاي حد من جماهير النادي الاهلي يبقى موجود في الملعب، فكده ما يحصلش تشاحن في الاستاد، ما يحصلش سباب ورد سباب ويحصل مشاكل ممكن الناس تروح فيها لا قدر الله. تقدر كمان نفس الفكره لو انا هروح العب في الاسماعيلي، هلعب الاسماعيليه، وده انا حاجه برجحها ان احنا لازم الدنيا ترجع لطبيعتها واروح العب في الاسماعيليه.
انا هلعب في الاسماعيلي يبقى جماهيري بس الاسماعيلي في الاستاد، ما بقاش مجبر انا كامن ان انا امن جماهير الاهلي 100 او 200 او 500 او 1000 او 5000 رايحين الاسماعيليه يعملوا لي ازمه ما اقدرش امنهم، لان الموضوع بيبقى صعب، انت محتاج تامن كل فرد في البعثه. فده حل. الاسماعيلي جاي يلعب هنا يلعب من غير جمهوره، مفيش اي مشكله، دي تنافسيه، دي الحلول اللي عايز يحل. في الختام يعني انت بتقول فكره بس انت ما درستهاش، والفكره اللي بتطلع من غير دراسه بتطلع شاذه، كل الناس بتنبذها وكل الناس بتكرهها. في الختام، سلام.